أكتر عدو ممكن يوقفك عن الوصول لحلمك مش الظروف ولا قلة الإمكانيات ولا حتى كلام الناس. العدو الحقيقي هو النسخة الكسولة من نفسك، النسخة اللي بتحب الراحة وبتأجل وبتستسلم بسهولة. التغيير مش بيحصل في ليلة وضحاها، التغيير هو قرار إنك تقول لنفسك كفاية، أنا أستحق حياة أفضل وأستحق أشوف نفسي في المكان اللي بحلم بيه. والقرار ده مش محتاج إنك تكون جاهز 100%، محتاج بس تبدأ، لأن البداية هي أصعب وأهم خطوة في الطريق كله. ابدأ بوضع أهداف واضحة، اكتب 3 حاجات نفسك تغيرها في حياتك، وحط لكل حاجة خطة بسيطة. مش لازم تكون خطة مثالية، المهم تكون قابلة للتنفيذ وتبدأ تتحرك، حتى لو كل يوم خطوة صغيرة. مع الوقت الخطوات الصغيرة بتعمل فرق كبير. طور نفسك بالتعلم، كل يوم خصص وقت ولو نص ساعة تتعلم حاجة جديدة، كتاب، فيديو، كورس أونلاين، أي حاجة توسع عقلك وتزود خبرتك، لأن المعلومة اللي بتتعلمها النهاردة ممكن تغير مستقبلك بكرة. غير عاداتك واحدة واحدة، مفيش حد بيصحى من النوم ويلاقي نفسه إنسان جديد، لكن كل مرة بتختار تاكل أكل صحي أو تمارس رياضة أو تدي وقتك لحاجة مفيدة، أنت بتبني نسخة أقوى وأذكى من نفسك. حوط نفسك بناس تشجعك وتدعمك، وجود بيئة صح حواليك هيسهل عليك الطريق وهيخليك تكمل حتى في الأيام اللي بتحس فيها إنك تعبان أو محبط. وافتكر دايما، التغيير مش سباق، هو رحلة. في أيام هتكون مليان حماس وأيام تانية هتحس فيها إنك مش قادر تكمل، لكن الفرق بين اللي يوصل واللي يستسلم هو الصبر والإصرار والاستمرار مهما كانت الظروف. انت دلوقتي مش محتاج تكون أقوى واحد ولا أذكى واحد ولا أكتر واحد حظ، كل اللي محتاجه إنك تبدأ النهاردة وتاخد خطوة حتى لو صغيرة، لأن الخطوة الصغيرة اللي هتاخدها النهاردة هتبقى بداية القصة الكبيرة اللي هتحكيها بعد سنين.